بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أهلنا الكرام في عموم المنطقة، تابعنا بأسف بالغ ما جرى في مدينة كوباني خلال احتفالية عيد نيروز من حادث إسقاط العلم السوري، وهو تصرف مرفوض ومدان بكل أشكاله لما يحمله من إساءة لرمزية وطنية جامعة، ولما قد يثيره من توتر واحتقان بين أبناء الشعب الواحد. إننا نحن وجهاء منطقة عفرين نؤكد أن مثل هذه الأفعال لا تعبر عن أخلاق أهلنا ولا عن قيم التي نشأنا عليها، والتي تقوم على احترام المتبادل وصون الرموز والحفاظ على وحدة الصف. كما نؤكد أن الأعياد والمناسبات يجب أن تبقى مساحة للفرح والتلاقي، لا ساحة لإثارة الخلافات والانقسامات. وفي هذا السياق ندعو جميع أبناء شعبنا إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعوات الفتنة أو ردود الفعل المتسرعة، والتي لا تخدم إلا الجهات التي تسعى لزرع الفوضى وزعزعة الاستقرار في منطقتنا. إن هناك أياد خارجية تعمل على تأجيج التوترات واستغلال أي حادثة لإشعال الفتن، الأمر الذي يتطلب منا جميعا وعيا عاليا ومسؤولية وطنية كبيرة لإفشال هذه المخططات. كما نهيب بجميع الفعاليات المجتمعية والإعلامية تحمل مسؤوليتها في تهدئة النفوس ونشر خطاب العقل وتعزيز روح الأخوة والتعايش بين جميع مكونات المجتمع. حفظ الله أهلنا وصان بلادنا من كل سوء، وجعل أيامنا أعيادا للألفة والوحدة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوروز بيروز به لحميم الأتي كرد.